بيقولك بقى صاحبي عندنا في اسطنبول. بس قبل ما يقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد عطية في فيديو جديد. النهاردة الفيديو هنتكلم عن الشغل في تركيا. مش عايز اقول كل الناس فاكرة ان عشان دول الخليج بعقود عمل يبقى كل دول العالم نفس الفكرة. الكلام ده غلط يا جماعة. دول الخليج مثلا زي السعودية، الكويت، الامارات، الدول الاشهر في ان المصريين يروحوها بتبقى بعبارة ان انت مثلا بتروح مكتب توظيف في مصر، يعمل لك امتحان، يشوف لك شركات بره، يجيب لك عقد تمضيه، تسافر، ما فيش مشكلة. ومعظم الحاجات تبقى ناجحة. وانا اعرف ناس قريبين ليا او اصحابي عملوا نفس القصة دي. راح مكتب توظيف والله بيعمل لك امتحان في الوظيفة اللي انت مقدم عليها. فانت والله مقدم على وظيفة محاسبة، عملت امتحان في الحسابات، المكتب شافك ان انت كويس، رشحك لشركات، الشركات قالت تمام هاتوا، بعتوا له عقد عمل، مضيت، جهز شنطتك، سافر، تمام، ورحت الشركة وما فيش مشكلة. الكلام ده موجود فقط في دول الخليج. اوروبا ما فيهاش الكلام ده نهائي خالص. ما فيش حاجة اسمها ان والله انا جايب لك تركيا دلوقتي فيها شغل وفيها عقود عمل وانا هجيب لك مش عارف ايه وعقد وهتمضي عليه وهتروح وتلاقي حد مستنيك في المطار. كل الكلام ده غلط. وليه انا بقول الكلام ده؟ عشان للاسف زاد كتير قوي الفتره اللي فاتت، ويمكن ناس كتير قوي اتكلمت فيها، ان انت بتلاقي ناس مش كويسه او ما عندهاش ضمير يبعتوا مثلا لحد، بالذات المناطق اللي هي في مصر مش فاهمه قوي السيستم. يعني زي مثلا المحافظات اللي هم ما عندهمش اختلاط بالسفر بره، ما عندهمش اختلاط بالشغل. فانت لما تيجي تقول له ده في دولة كذا فاتحة شغل وهتدفع مش عارف 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه وهنجيب لك عقد، ويجيب له ورقة أي كلام ويمضيها عليها، وتروح المطار هتلاقي حد مستنيك ويعمل له البحر طحينة. وللأسف يا عيني الناس بتصدق، وعشان هي بس عايزة أي فرصة وخلاص فبيصدقوا وبيدفعوا المبلغ وبيسافروا ويكتشفوا إن كل الكلام ده غلط. والله أنا حصلت لي في مصر، كنت مقدم على شركة كبيرة انترناشونال هنا في تركيا، والشركة دي عملت معايا 4 انترفيو، والحمد لله كنت بنجح في كل واحد لحد ما وصلت لآخر واحد خالص. بس للأسف ما اتقبلتش عشان كانوا اختاروا حد اوريدي عايش في اسطنبول، وانا كنت فارق عن الراجل اللي قاعد في اسطنبول ده بمراحل. مش هيبعتوا لك عقد منهم لنفسهم كده، لا، العقد بيجي عن طريق وزارة العمل وعن طريق السفارة وعن طريق يعني حاجات مضمونة جدا، ودي بتبقى قليلة جدا جدا. تمام. هو بس مش بيبعت لك عقد، كمان هو بيبعت لك بس ورق تروح بيه السفارة عشان يدوك تأشيرة عمل. بيبعت لك عن طريق وزارة العمل عشان تسافر على تأشيرة عمل، وهناك انت بتكمل الأوراق بقى مع الشركة وبتمضي العقود وبتاع. ولكن دي بتبقى قليلة جدا، وحاليا في الوقت اللي احنا فيه ده ما سمعتش عن حد جه كده. تمام. لان زي ما قلت لك بتبقى قليله، وبتبقى فلاتات اللي هم الناس اللي يعني في مجالهم ما فيش زيهم، يعني في البرمجه او في مش عارف ايه وايه وايه، حاجات بسيطه يعني. لكن معظم الناس والشائع جدا ان انت والله بتيجي تركيا، انت طالب خلصت الجامعه بتاعتك، بعد الجامعه بتاخد اقامه اسمها اقامه خريج. بعد الاقامه حضرتك بتبدا تدور على شغل. دورت على شغل ان شاء الله لما بتدور وبتتقبل الشغل بيعمل لك حاجه اسمها اقامه عمل. تمام. ولكن فكره ان شركه تجيبك من بره مصر دي صعبه جدا، لان انت هي هتجيب حد من بره مصر وفي زيه كتير قوي هنا. الاتراك هنا حوالي 90 مليون، والشباب كتير جدا. ولكن هما الشركات ليه بتجيب اجانب؟ لان اولا اللغه. اللغه التركي ما يعرفش غير تركي. تمام. وده مش بقول حاجه عيب او بقول ان هم لا، يعني هم ثقافتهم هم بيتعلموا انجليزي في المدارس، ولكن بنسبه قليله، يعني مش زينا. احنا اللغه التانية عندنا في مصر انجليزي، والحمد لله كل الناس بتتكلم انجليزي بطريقه كويسه يعني في مصر. لكن هنا في تركيا هو بيتعلم تركي بس ما بيتكلمش لغه تانية. تمام. فانت بتبقى جاي لغتك الام عربي، معاك انجليزي، قعدت شويه في تركيا اتعلمت شويه تركي، فانت بتعرف 3 لغات عنه وبتعرف تعمل مهام اكتر عنه وللاسف في اتراك كتير قوي شغلهم كويس جدا وبيحبوا الشغل، ولكن
هم عندهم، احنا عندنا في مصر اتعودنا مثلا ان انا عندي وقت الشغل شغل وممكن نشتغل تحت ضغط وحط تاسكات كتير واعمل وممكن تسهر بعد الشغل عشان تخلص شغلك. لكن معظم الاتراك ما بيعملوش كده. جت مثلا ميعاد الخروج بتاع الشغل، خرج من الشغل روح خلاص، انسى، مفيش حاجه اسمها شغل، مفيش حاجه اسمها ان انا اقعد اوفر تايم. يعني ما عندهمش حته ان انا هدي الشغل من عندي. لا يعني مش زينا، يعني احنا في مصر ممكن مختلفين شويه. احنا لا بندي كل اللي عندنا للشغل، بنعمل كذا، بنسهر لو عندنا تقفيل. انا افتكر يعني في مصر لما كنت شغال في مصر في الحسابات، لو عندنا تقفيل اخر السنه بنقعد بنسهر، يعني بتسهر اوقات ل 11 بالليل 12 بالليل. و في ناس والله كنت اعرفها بتبات في الشغل، بتبات في الشركه يعني عشان تقفيل ولازم نقفل السنه ولازم نشتغل. هم ما عندهمش هنا الكلام ده، هو وقت الشغل شغل، بعد مواعيد الدوام الرسميه شكرا خرج. ويك اند بقى، سفر، رحلات، روح تعالى روح. احنا من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، يعني ما فيش. فالشركات بتحب انها تشغل اجانب عشان عارفه ان هو ممكن ياخد اقل من التركي شويه. طبعا في الفلوس اكيد الاجانب بياخدوا اقل من الاتراك، و بيشتغل اكتر وعنده لغات اكتر وممكن سكيلز شويه اكتر، فالشركات مش خسرانه حاجه يعني. ولكن انت برضو كواحد اجنبي بتستفاد من الشركة برضو. والله الشركة لو كويسة بتعمل لك إذن عمل، إذن العمل ده أو إقامة العمل دي بعد 5 سنين تقدر إن أنت تقدم على الجنسية. والكلام ده مش في تركيا بس، الكلام ده في معظم الدول. حتى في ألمانيا سمعت إن هم عدلوا القانون من 8 ل5، فتقدر إن أنت بعد 5 سنين تقدم على الجنسية وتقدر في أي دولة يعني بعد بإذن العمل. وتقدر طبعا لو متجوز تجيب زوجتك تعمل لها إقامة عائلية، وبعد ما أنت تاخد الجنسية تديها الجنسية. الكلام ده موجود حتى عندنا في مصر، يعني حتى الأجانب اللي عندنا في مصر موجود الكلام ده. بعد 5 سنين تقدر تاخد الجنسية على ما أعتقد، يعني موجود عندنا الكلام ده في مصر. بس فده توتال الشغل في تركيا، إن أنت قصته لازم تبقى موجود في تركيا. ليه لازم تبقى موجود؟ ولازم تبقى موجود ومش موجود بس، لا أنت موجود ومعاك إقامة. لان انت لو موجود بس مش معاك اقامه، معاك تاشيره سياحه ورحت عملت انترفيو، هتيجي تشتغل الشغل هيقول لك فين ورقك، تقول له معيش اقامه، فلا هيقول لك خلاص شكرا ما عندناش شغل. فلا، لان انت جاي بتاشيره، هو مطالب ان هو يقدم لك على اذن عمل بتاشيره، ودي هتترفض 100%، لان انت جاي بتاشيره سياحه، انت مش جاي تشتغل. فشغل يقدم لحد على اقامه بتاشيره سياحيه دي اكيد رفض، ومفيش حد بيعملها اصلا يعني. تمام، لان انت واخد التاشيره من بلدك على اساس ان انت جاي تشتغل، سوري على اساس ان انت جاي سياحه، فما تروحش تشتغل بيها. تمام، جاي طالب يبقى تشتغل طالب. ودلوقتي بقى في تجديد على الموضوع، الطلاب اللي بيشتغلوا من غير اذن عمل. ولكن لو انت طالب في مرحله البكالوريوس على ما اعتقد واسمع يعني ان ما بيطلعش اقامه عمل. ولكن انت لو طالب في مرحله الماجستير بيطلع لك غالبا، او في البكالوريوس برضو لو انا مش غلطان، ممكن بكالوريوس وبكالوريوس البكالوريوس بيطلع له اذن عمل بدوام جزئي. يعني ممكن لو اشتغلت يطلع لك اذن عمل بدوام اللي هو مثلا يعني كام ساعه في اليوم، 4 ساعات في اليوم، مش عارف ايه الحاجات الصغيره دي. وتقريبا ان انت من الماجستير في الماجستير يطلع لك اذن عمل بدوام كامل، مفيش مشكله. ولكن يفضل ان الشركه تقدم لك بعد ما تتخرج عشان تضمن نسبه القبول بتاعتها تكون عاليه يعني. بس مفيش مشكله، يعني قانونا في تركيا لو انت بتدرس ماستر يحق لك ان انت تشتغل دوام كامل، والبكالوريوس يشتغل دوام جزئي. تمام، ولكن زي ما قلنا خلاصه الشغل في تركيا ان انت لازم تكون موجود. الشغل الحكومي ده قصه تانية خالص، لازم يبقى معاك جنسيه ولازم تبقى تركي ولازم بتخش امتحان خاص للشغل الحكومي. ده قصه يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمنا كده وناخد الجنسيه ونشتغل في الحكومه اقول لكم التجربه بتاعتها، عشان لسه في حاجات كتير ما اعرفوش عنه. ولكن خلينا نقول الحاجات اللي احنا نعرفها. الشركات الخاصه، ان شركات الحكومه بيشتغلوا من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 12 ونص،
ومن الساعة 12:30 لحد الساعة 1:30 ده بريك الغدا، بيتغدوا. ما خلاص حتى البنوك لو البنوك او كل الحاجات الحكومية بيقفلوا في الساعة دي يعني غدا، وبيرجعوا يشتغلوا من الساعة 1:30 لحد الساعة 5. ده كده الحكومة. وبالنسبة للشركات الخاصة بتشتغل من الساعة 10 لحد الساعة 7. في شركات بتحدد ميعاد الغدا، تمام، وفي شركات بتقولك براحتك، يعني انت خد الساعة اللي انت عايزها في اليوم يعني، فمش محددة قوي يعني. بس ده بالنسبة لمواعيد العمل. وبالنسبة طبعا للمزايا اللي بتقدمها لك الشركات، هو بتعمل لك الإقامة وبتعمل لك وبيدوك بدل أكل، بيدوك يعني الغدا اللي انت بتتغداه ده. في شركات والله اعرفها بيبقى عندها المطعم الخاص بيها، دي لو شركات بقى انترناشونال وكبيرة عندها المطعم الخاص بيها، بتنزل تاكل ببلاش ومش عارف ايه. لو شركة تانية بيدوك مثلا كارت كده جيفت صغير في مبلغ شهري، بتبدأ ان انت المبلغ ده تصرف منه اكل. بيحدد لك مثلا والله احنا بندي بدل طعام في اليوم مثلا 300 ليرة 400 ليرة، فاضرب في عدد الايام اللي انت بتشتغلها يديك مبلغ كل شهر تبدأ تصرف منه اكل، ملوش دعوة خالص بالمرتب يعني. معظم الشركات شغالة كده، او في شركات برضو اعرفها ولكن مش كتير، ودي شركات ممكن لو انت بتشتغل مثلا من غير اذن عمل بقى بيديك مرتبك، ولو هو راجل عنده ضمير وهيديك اكل فبيديك الجزء الاكل ده نقدي كاش، او هو بيجيب لك وجبه بقى لو حد عنده ضمير قوي يعني. وده قليلين اللي شغالين حد من غير اذن عمل في محل او مش عارف ايه وكده الحاجات التجاريه، بيديك مرتبك ويديك مبلغ نادية وبيجيب لك اكل في وسط اليوم وخلاص. فدي الخلاصة عن الشغل في تركيا. وتاني بنكررها، اي حد يقولك في عقد عمل في تركيا تدفع مبلغ كذا عشان تيجي مش عارف ايه، الكلام ده يا جماعة مش موجود، ومحدش يدفع فلوس لحد. واي حد اصلا يطلب منك فلوس عشان يسفرك ده نصب وش يعني، ما فيهاش تمام يعني. لو فكرت بجنيه لو فكرت شوية صغيرين بس ده نصب، ما فيهاش. مفيش حد يقولك هات فلوس عشان اسفرك كذا وهات فلوس عشان مش عارف اعمل لك ايه وعقد عمل. والله كنت بروح المطار لو انا مثلا مسافر راجع مصر او رايح في حتة، كنت بقى اسمع ناس والله مصريين راكبين المترو مش عارف هو رايح فين، مش عارف مش لاقي اللي مستنيه، يكلمه طبعا تليفونه مقفول، يعني يكلم مش عارف ايه، واقول له طب يا حاج انت ما عندكش حد تاني، ما عندكش مش عارف ايه. فالناس دي يعني انت بتصعب عليا، طب انا اسافر طيب طيارتي اللي طالعه دي ولا انا هروح اوصله ولا فانت ما تحطش نفسك في الموقف ده، ما تدفعش فلوس لحد وما تجيش ما تجيش في بلد انت مش عارف فيها حد الا ما تكون واثق 100% من الحد اللي انت جاي له ده. وكمان ما يكونش واحد، انت لا تعرف واحد واثنين وثلاثة، بحيث ان لو واحد قفل تليفونه في التاني تروح تقعد عنده ان شاء الله يومين لحد ما تظبط وضعك، تعرف ترجع ولا تعرف هتروح تعمل ايه. فارجوكم مفيش عقود عمل في تركيا وما تدفعوش لحد فلوس. ولازم عشان تشتغل في تركيا تكون موجود هنا في البلد عشان تقدر تعمل انترفيوهات ويكون معاك اقامة وتكون قانوني عشان تبقى مستقر بعد كده. غير كده للأسف مش هتعرف تشتغل في تركيا. لو انت برضو ممكن مش هقول مش هتعرف بنسبة 100%، ممكن وانت في بلدك تشتغل على لينكد ان، تشتغل على موقع انديد، تبعت سيفيهات، تعمل انترفيوهات، لعل وعسى ان انت تكون مميز في حاجة شركة تجيبك. موجود مش مستحيلة وموجودة والناس بتعملها، ولكن اوفرول دي النظرة العامة عن الشغل في تركيا. وكان معاكم محمد عطية واشوفكم في فيديو جديد.